دولة على الكوارع. واحد اثنين ثلاثة. خش يا دولة على الكوارع. تعالى دولة واحد. الله صلى على النبي. عملنا فيديو قبل كده وقلنا فيه الفرق بين الفردة اللي ورا بالعربي كده يعني بالبلدي والفردة اللي قدام. ناس كتير قلنا لهم ان المقدم تصفيته بتكون اقل من الفردة الخلفية، يعني الفردة الخلفية يا جدعان بترمي لحم اكتر من الفردة اللي قدام، واحنا قلنا كده. بس احنا الشعب المصري هو بيحب الفردة اللي قدام. ايه السر؟ معرفش، هو من مليون سنة هم بيحبوا الفردة اللي قدام. طيب المقدم يبان في الصورة أو في الحقيقة يعني تخين عن الفرد اللي ورا، لكن قصبة الرجل بتاع الفرد اللي ورا أطول، فبالتالي بيكون اللحمة أكتر، ولكن الفردة اللي قدام بتقبل هواء أكتر من الفردة اللي ورا. يعني تنفخها طبعا بتتنفخ عشان تشيل الشعر، فدي بتقبل هواء أكتر من الفردة اللي ورا. دي حاجة. تاني حاجة الفردة اللي ورا، معظم التعليقات الناس بتقول إن الفردة اللي ورا بتاخد سوا أكتر من الفردة اللي قدام. فدي برضه هي سايبينها لكم في التعليقات تقولوا الناس اللي جربت الفرده اللي قدام مع الفرده اللي ورا تسويه في حله واحده. يلا بينا هنفصل الفرده اللي ورا. بص يا باشا، بص اللي بينزل ده، بص الشغل ده، بص يا باشا. ثانية واحدة بس إن شاء الله. لما نفصل هنوريكم قصبة الرجل بتبقى طويلة ازاي. اللحمة اللي في الفردة اللي ورا بتكون قد ايه؟ كده. تعالى يا باشا. كده احنا فصلنا الفرد اللي ورا. طبعا بص اللحمه، كميه اللحمه بتبقى قد ايه. بص لحمه في قلب فرد الكوارع من جوه، انت متخيل؟ تعالى بقى لقدام. بص الفرد اللي قدام ازاي. الفرده اللي قدام بتبان اضخم عشان هي اقصر، انها بتبقى قصيره وبتقبل هواء اكتر، فبتبان اضخم من الفرده اللي ورا. ولكن الفرده اللي ورا برضه هرجع اقول لك فيها هي تصافي اعلى. وحد الله وصلى على النبي. تعالى تعالى. بص الدبابات ما بتشتغلش الا العجليه. بص الفرده اللي ورا عامله ازاي. ورا بص فرق اللحمه دي، طول اللحمه دي قد ايه. وبص دي بالدليل. بص الفرق بين دي طول ايه ودي طول ايه. بص الرجل دي بتبقى طول ايه ودي طول ايه. دايما اللي ورا اقوى من اللي قدام. تعالى بقى طلع النخاع اللي جوه. تعالى بص النخاع عامل ازاي.
ابص النخاع اللي جوه، تلاقي الماسوره اللي ديت اتخن، والقطر بتاع الماسوره اللي ورا اكبر من اللي قدام. واحد الله صلى على النبي ويعمل لك الفيديو، استنى فيديوهات الجديدة.